اهلا يا عمر. ليه بتتعاملي معايا بالطريقة دي يا ماما؟ انتي مش عارفة ان انا بحبك. وانا كمان. يا بنتي. اوكي، اعزائي المستمعين، مش المشاهدين، علشان برضو ما صورناش فيديو علشان قاعد انا وامي براحتنا. واخويا قاعد في الباك جراوند، لو طلع صوت مش هقول هعمل فيه ايه عشان امي قاعدة. انا وامي قررنا ان احنا نتفرج على اول حلقة من كل مسلسل بيتعرض في رمضان. مش عشان احنا فاضيين، لا احنا مش فاضيين خالص. لا هي عندها وقت ولا انا عندي وقت بصراحة نهلك وقت. ما عنديش وقت اهلك وقت، ولا هي عندها وقت تهلك وقت. بصي، بغلط في كلمات بس بقى باخد بالي منها وبصلحها. بحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط طريقة كلامي، بحيث ان اللي يفتح البودكاست ما يقفلوش، ما يحسش ان في رتم بطيء، ان في تقطيعات كتير، ان في مش عارف ايه. لا لا لا، هو واحد قاعد بيتكلم مع شخص اخر، او قاعد بيتكلم لوحده، او في حوار بيحصل، في حاجة بتحصل في كل ثانية. فاحنا بدأنا النهاردة كان اسمه مسلسل ايه؟ ناي النهاية. زيند. ذا اند، مسلسل النهاية، اخراج ياسر سامي، بطولة يوسف الشريف. ايه رأيك في المسلسل يا ماما؟ هو انا بحب يوسف الشريف اصلا. اشمعنى بقى بتحبيه؟ هو شخصية ظريفة يا شيخة. ووشه وشوية. فوتوجينيك كده وممثل قدير. اوكي، ممثل قدير وشه فوتوجينيك. اوكي. مم. تفتكر يوسف الشريف بيسمع الحلقة دي دلوقتي؟ لا طبعا. طب لا. هو فاضي. ينفع كده يا ماما؟ ممكن يسمع. ماشي يا ماما، هعديها لك. انتي غير بقى ان انتي بتحبي يوسف الشريف، عايز رأيك في الحلقة الأولى. هي الفكرة ان احنا ما نقدرش نقيم المسلسل ككل، علشان للأسف المسلسلات في رمضان بتبقى 30 حلقة. وأي كاتب سيناريو وحوار يعني لما يتقال له 30 حلقة من القصة دي، يعني أعمل إيه؟ أكتب إيه؟ فلازم يمط. اي. فكل المسلسلات فيها مط للأسف الشديد. كل المسلسلات فيها مط. فبعد إذنكم يا منتجين، بعد إذنكم خدوا مني كورس ازاي تنتجوا مسلسل. اهو كورس سريع، كراش كورس. شايفه العنطزه اللي انا بتكلم فيها بيها؟ بغلط في الكلام وبرضه متعنطز. اخويا بيضحك في الباك جراوند. بصوا يا ولاد، المسلسلات اللي بتنتجوها في رمضان دي خلوها بدل 30 حلقة 10 حلقات، 12 حلقة، 13 حلقة، 15 حلقة، زي ما القصة تحكم. ونزلوها في أي وقت غير رمضان. كفاية مسلسلات في رمضان. بتمطوا المسلسلات ليه؟ ليه لازم كل يوم حلقة ممطوطة؟ انت قلتي لي جملة واحنا بنتفرج، قلتي لي ايه؟ الحلقة طويلة قوي. صح؟ الحلقة طويلة قوي علشان انت حسيتي ان الحلقة طويلة قوي عشان الريتم بطيء. انا لو شخص بفهم هخليكي تتفرجي على 7 ساعات وتحسي ايه ده، انا اتفرجت على ربع ساعة، فين عايزة تاني، هو خلص؟ لا، ده لو انا شخص بفهم. المهم، فانت ايه رأيك في المسلسل؟ هو ابتدى بمط ملوش لازمة، وبعدين آخر الحلقة سامع يا يوسف؟ سامع يا يوسف يا شريف؟ ابتدى سامع امي بتقول لك ايه؟ ابتدى بقى ان هو ايه، هتظهر بقى الايه، القصة. اللي هو الحلقة الأولى كانت مجرد انترودكشن سين ومش معمول حلو قوي. أنا آسف أو مش آسف، يعني يا أولاد أنا فاهم إن أنتوا مجبرين أو مش مجبرين، لكن اللي هو عايزين حلقة كل يوم في رمضان، فهتعملوا إيه؟ بس في نفس الوقت يعني أرجوكم، المسلسل ده لو اتمنتج الحلقة دي يعني ممكن تبقى 5 دقايق. أنا لو اديتوني الحلقة 50 دقيقة دي هخليها لكم 5 دقايق في اول حلقة. هتبقى هي دي الانترودكشن سين بتاعي، ونعمل بقى مسلسل النهاية الحقيقي. وينزل بعد رمضان، ينزل مثلا 10 حلقات بس.
ادوني المسلسل ده منتجهولكوا. هو مطوا في الحلقة، يعني كتروا في الحوارات على أساس إن هو يوريك شغل مراته بتشتغل إيه وهو بيشتغل إيه، والبنت اللي هي بتحبه. هو كان فعلا انترودكشن سين. هو بيوضح لك القصة، بيوضح القصة من بدايتها إيه ومن كل جوانبها أو من جوانب كتير من جوانب القصة. يعني كل واحد شخصيته ايه في القصة وهيبقى دوره ايه في اللي جاي بالظبط. تمام. بس في نفس الوقت كان فيه شوية ألغاز. شخصية عمرو عبد الجليل مش مفهومة. شخصية اسمه ايه الراجل اللي انتي قلتي لي اسمه؟ زكي فطين. الراجل ده ظهر في مشهدين. انا ليه فاكر انه ظهر في مشهدين؟ لانه عظيم، ممثل قدير. ايه ده؟ انا اتربيت لما سمعته بيتكلم. الراجل اللي كان عامل اول دور الضابط اللي هو دخل في مش عارف اسمه ايه. ما تشوف لنا يا صافي بقى، خليك انت جيمي بتاعي النهارده. شوف مسلسل النهاية، الراجل اللي كان عامل دور الضابط وشعره بطوط كده. شوف صور مسلسل النهاية ووريه موبايلك هقول لك هو ده. صوته قوي جدا. بس اتصور بطريقة ما تلقش على وشه خالص ولا على الدور بتاعه. الإضاءة مش قوي، مش عاطية الدراماتيك افكت. الدراماتيك افكت ده يجي لما تطفي جنب من الوش. هما كانوا منورين بدر. ايه ده؟ قمر يا اخواتي، قمر منور. فين التقل يا اولاد؟ بس فيعني انا شايف ان في مط كتير، والانترو كانت طويله قوي يا ماما. احنا قعدنا 3 دقايق بنتفرج على تتر. لا، ما كل المسلسلات فيها التتر ماشي، بس يعني حتى تتر البدايه وتتر النهايه. بصي يعني حتى جيم اوف ثرونز ما فيه تتر طويل. جيم اوف ثرونز اشهر مسلسل في العالم، فيه تتر طويل بس تتر حلو. التتر ده، عارفه التتر بتاع جيم اوف ثرونز؟ انا نفسي اتفرج معاكي على جيم اوف ثرونز، بس للاسف المسلسل ده ما ينفعش ام وابنها يقعدوا يتفرجوا عليه. بس هنعمل حاجه بقى، انا هفرجك على افلام كتير من الافلام اللي انا بعتقد انها عظيمه وفيها مشاهد ما تنفعش. همنتج انا المشاهد دي، هقطع الفيلم وهخليه فاميلي فريندلي. لحظة واحدة، علشان أنا حاسس إن في ناس هتقولي دلوقتي يعني أنت هتمنتج على المخرج اللي مش عارف إيه. لا، بقول لكم إيه، أنا مش مونتير في وزارة الثقافة. أنا ما باخدش 1200 جنيه في قصر ثقافة المنوية. لا، وما بعدلش على عمرو عاكف. عمرو عاكف بصراحة تقيل. بصي، قبل الحلقة كنتي تعرفي اسم عمرو عاكف؟ لا. بعد الحلقة أنا قلت اسم عمرو عاكف قد إيه؟ يا نهار أبيض، الراجل ده تقيل. أنا فعلا حاسس إن أنا مش فاهم حاجة قدامه. فعمرو عاكف شابوه. الكالوريست، شوف لي مين الكالوريست يا ابني بتاع المسلسل. الكالوريست بتاع المسلسل عبقري، الألوان مش طبيعية. أنا حبيت الألوان قوي. البيئة كمان كلها تحس إن هي كلها على، يعني هم سموا تكتلات بالظبط. تكتلات، تحس ان فعلا المباني تحس انها تكتلات. فعلا كانت حاجة عبقرية دي. فعلا دي حاجة عبقرية. المكان اللي اتصور فيه واحنا بنتفرج شفناه في الأردن. افتكرت دلوقتي الفيلم اللي كنت بقولك حاسس ان هو اتصور في المكان ده. الفيلم اسمه Two Lovers Left Alive. بدأتي تتحري. فهمتي ليه انا كنت مشغل التكييف والمروحتين؟ يس. ممكن تثقي في كلامي بعد كده؟ يس. اوكي. الفيلم اسمه Two Lovers Left Alive، وهو فيلم عبقري بيتكلم عن آدم and Eve. آدم وحواء. هفرجك على لا، مش هفرجك على الفيلم ده. هنشوف. هفرجك على أفلام عظيمة يا ماما ونقعد مع بعض نحكي فيها. بس أنا فاضية أوي. بقولك إيه، أنتي فاضيالي صح؟ يس. وأنا فاضيلك. طيب إحنا مع بعضينا. ما يلا يلا هاتلي اسم الكالرز بتاع المسلسل. يلا بسرعة، أسرع من كده. ده جيمي في نص ثانية. مين؟ مختار وحيد. معروف. معرفوش بصراحة. لا معروف بجد. قريتي اسمه كتير في التترات؟ كتير. مختار وحيد. أنا معرفش أنت مين، بس أنت شخص عظيم. شكرا لوجودك في الحياة. المزيكا إيه؟
ايه رايك في المزيكا؟ هي ميكس، امم يعني جايب من اجنبي على عربي على قديم امم على حاسه ان جديد. انتي سمعتيها قبل كده؟ هل شايفه ان دي حاجه حلوه من الكومبوزر اللي عمل المزيكا ولا حاجه وحشه؟ هو ممكن هو اصل المسلسل تقريبا بيربط بين ولذلك هو الحديث مع لا استني، بيربط بين ايه؟ بين الماضي والحديث والحاضر. والمستقبل. لا والمستقبل، ماضي والمستقبل. مش يعني حتى اللغه تحسيها ايه؟ تحس ان هم لغة قديمة، مش مواكبة للعصر الجديد، بس هم او مش عارفين يكتبوا حوار. لا 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 لا، هو بص انت تعرفي عمرو سمير عاكف ولا ايه؟ لا. اوكي طب كملي خلاص. يعني هو بدايته تحس ان هم ايه، ناس عايشة في واقع وهيتنقلوا لواقع آخر أو لمستقبل جديد. جميل. هيتغير، كل الأشخاص دي هتتغير. اوكي. فأنا مش عارفة هو المسلسل بيتكلم عن إيه بالظبط. في حاجة في الستوري ارك اسمها رحلة البطل، الجورني اللي بيمر بيها البطل. وفي أي عمل سواء فيلم أو مسلسل، البطل بتاعنا ممكن يكون أكتر من شخص، مش شخص واحد. فرحلة البطل دي بتبدأ بإن حاجة تحصل تغير الكاركتر بتاعة البطل 180 درجة. اللي هو لو البطل بتاعنا بيشتغل في بنك، بيبدأ المسلسل أو الفيلم بيشتغل في بنك، في حاجة تحصل بنسميها بلوت بوينت. بلوت بوينت دي اللي هي في حبكة درامية في الحتة دي، في مشهد أو سيكونس ده اللي هو مجموعة مشاهد، في مشهد أو سيكونس بيحصل فيه حاجة بتخلي البطل ده بدل ما هو شخص عادي موظف في بنك، لا بقى قاتل مأجور. فاهمة؟ فالحاجة دي حصلت انتقالية. اعتقد حصلت عند عمرو عبد الجليل، لان شخصيته مريبة جدا. حصلت عند ناهد السباعي، الشخصية بتاعت ناهد السباعي، لان الضابط راح لها. حصلت عند يوسف الشريف ولا ما حصلتش ولا ايه اللي حصل؟ هتحصل. الله عليكي، الله عليكي على الوان لاينرز، الوان ووردرز، اللي هو بتردي جملة كلمة بعدها نقطة. هتحصل خلاص، الموضوع خلص، شكرا، يلا باي باي. عايش. المسلسل أحداثه بتدور في القدس في المستقبل، ودي حتة يعني مش قادر أحدد هل هي حلوة أو وحشة، وما اعتقدش ان انا اقدر احدد دلوقتي في الحلقة الاولى. بس انت شايفة ايه، حلوة ولا وحشة؟ انا مش عارفة هم اختاروا ليه القدس. هم اختاروا علشان حتة كده اتقالت ان كان في حرب تحرير القدس، اللي هو بقى احنا عرب وجامدين وبتاع وهنحرر القدس والكلام ده. فقشطة، ما عنديش مشكلة في اي بروباجندا. مع ان لغة الناس مش فلسطينيين. ما هي الفكرة ان هو في حتة كده قالوها. هو في حاجات كتير قوي قالوها وللأسف هي الفكرة ان هم قالوا ايه، ان العرب ما بقوش بلاد، يعني دي مش فلسطين. لا دي دولة بتاعت تكتلات. كلمة تكتلات دي معناها ان من كل الأجناس. المسلسل ده لو كانت سمى تكتلات مش النهاية، او ممكن يكون في مغزى الاسم النهاية. احنا مش عارفين القصة. احنا مش عارفين القصة. تفتكري هنكمل المسلسل؟ انا هكمله بجد طبعا. لو هتكمليه يبقى انا هكمله معاكي عشان بحب يوسف الشريف. ما خلاص بقى ماما. ما خلاص بقى، بحب تمثيله فعلا بجد جدا. انت عارفه ان انا كنت ناوي انتقد تمثيله نقد لاذع دلوقتي. لا لا امسك نفسك يا انا بحبه. لا من يوسف. لا هو بص، هو يوسف ممكن يبتدي بداية كده، وبعد كده بتبص تلاقيه بقى بيظهر بقى الموهبة بتاعته بتبقى اوكي. يعني العبقرية بتاعته. انا ما شفتش حاجة بجد. جدا جدا. لا استني، يوسف الشريف السهل الممتنع في التمثيل. اوكي. تحس ان هو كده بسيط جدا. اقولك بصراحة وبعد كده اقولك بصراحة يعني حسيت ان يوسف الشريف كان
مش حلوة قوي في الحلقة دي. حسيت ان ناهد السباعي كانت احسن بكتير قوي منه، وحسيت ان الحوار مش مساعدهم هما الاتنين ان هما يطلعوا حاجة حلوة. بس اتمنى ان يكون في باك ستوري محترمة للكاركترز بتاعتهم، وفي كاركتر ارك الشخصية بتاعتهم مبنية صح. اتمنى. لا هو كده فعلا. بصي طالما احنا هو كل مسلسلات خلاص يا ماما بقى خلاص عرفنا ان يوسف الشريف مش عارف ايه ده. ايه ده؟ تفتكر يوسف بقى بيسمع الحلقة دي؟ هبعتها له على تويتر. عيد تاني. انت بتعكسي يوسف الشريف ولا ايه؟ لا. اوكي. في حاجة بقى يا ولاد عايز اقولها. الصوت مش واضح. فين مهندسين الصوت اللي في مصر؟ الصوت مش واضح في كل المسلسلات والافلام المصرية. هو انتوا بتسجلوا بمايك بعيد قوي ولا ايه؟ يعني ممكن تمستروا الصوت؟ امستره لكم؟ امستر لهم الصوت يا ماما؟ لا. ممكن تمستروا الصوت بعد اذنكم؟ لما تخرج افلام انت بس ما تنسيش عليا، ما تنسيش عليا. انا عايش جو على الناس هنا ان انا جامد فشخ وبتاع. اوكي. الصوت فعلا مش واضح. انا بحس يعني كان في البدايه خالص بعد الانترو التتر الطويل ده كان في بلاكايه كده، الشاشه كانت سودة وكان في فويس اوفر حد بيتكلم بيقول في سنه كذا مش عارف ايه. انا ما سمعتش نص الكلام. انا ليه ما سمعتش نص الكلام؟ هل عشان انا ما بسمعش؟ سمعي ضعيف؟ الصوت ضعيف شويه. بالظبط. ارجوكم ظبطوا الصوت، اشتغلوا على الصوت. اعتبروا يا جدعان الصوت نص الفيديو. يعني هاتولي سينماتوجرافي زي الخرا بس هاتولي صوت حلو. اوكي. السينماتوجرافي بقى عظيمة في المسلسل ده. في شوية كادرات حلوة فشخ، ومع الألوان. قلت لي الكالرست اسمه ايه؟ مختار وحيد عامل شغل. هو جاله فوتج عظيمة. فهمتي بقى انا ليه مجنون بالسينما وبتاع؟ انا ممكن اقعد اتكلم 4 5 6 ساعات. مختار جاله فوتج عظيمة فقال لا انا هدي الفوتج دي حقها، انا هلونها صح ولونها صح. في تقريبا بس شوت واحد هو اللي وقع منها كمختار في الحلقة دي، لاحظته قوي. يعني كان في حتة كالر كوريكشن بسيط. انا عارف ان اكيد طبعا الوقت مش سعفك ولازم المسلسل ينزل ورمضان. يا جماعة ارجوكم في 11 شهر تاني نزلوا المسلسل براحتكم، وعندكم بقى بلاتفورمز جديدة تقدروا تنزلوا مسلسلات عليها. عيشوا حياتكم في اي وقت، اعملوا الحاجات براحتكم، اتبسطوا. ولو يوسف الشريف فعلا بيسمع الحلقة دي يعني اعمل لايك. طيب هو انسان محترم. اوكي. ليه بقى بتقولي ان هو انسان محترم؟ تعرفي حاجة عن حياته الشخصية؟ لا بس شفت لقاء معاه في مش عارفة مع مين بالظبط. تفتكري ثواني، انا عمري ما شفت حوار ليوسف الشريف. لا كان في حوار معاه. هل بيطلع في حوارات كتير؟ لا مقل جدا. بيعرف يتكلم في الحوارات؟ يعني الحوار اللي شفتيه ليه كان بيتكلم كويس؟ ايوه طبعا. اوكي. اصل في نوعين من الناس. في اللي ما بيطلعش، في نوعين من الناس المشهورة يعني. في اللي ما بيطلعش في حوارات عشان ما بيعرفش يتكلم وهيقول بلاوي سودة، وفي اللي ما بيطلعش في حوارات علشان هو تقيل. هو تقيل فعلا. ما خلاص بقى يا ماما. وبعدين بقى يلا نقلب الورقة دي. ريحتي مني ولا لسه معايا؟ معايا؟ في حاجة اسمها الرياكشن أهم من الأكشن. يعني إيه؟ يعني لو أنا دلوقتي بقتل الكوباية دي، إن أنا أصور عملية قتلي للكوباية مش مهم بقدر الرياكشن بتاع أمي للعملية دي، للأكشن ده. فالرياكشن أهم من الأكشن. أقوى. انت بالظبط، انت إحساسك عينيكي وانت بتشوفيني وأنا بقتل الكوباية موصل لي كمشاهد مشاعر مش طبيعية، أهم بكتير وأتقل بكتير من أن أشوف المشهد اللي هو قتلت الكوباية.
فانا لاحظت حاجات كتير قوي في الحلقه دي، ان كانوا مركزين على الاكشن اكتر من رياكشن. انا ما شفتش رياكشنات كتير، والرياكشنات اللي شفتها كانت رياكشنات حواريه. يعني مش عارف هل انتوا قاصدين الستايل ده ان الوش يبقى كله بوتوكس بس. بس هتلاقي الرياكشن في اخر الحلقة قوي. صح. الحلقة اتقفلت على كليف هانجر. اوعي تحرقيه، الناس هيكرهونا. ما انا مش عارفة القصة ايه، بس كمان استني اوعي تقولي النهاية بجد، الناس هيقتلونا. لا، ما انا مش عارفة النهاية ايه. لا، ما انت عارفة نهاية الحلقة يا ماما، احنا شفناها مع بعض. اوعي تقولي النهاية دي. اوعي تتكلمي فيها عشان هنحرقها للناس، فاهمة؟ ما الناس اصل الناس اللي بتسمع البودكاست ده من الاخر ما بتتفرجش على مسلسلات عربي. تمام. فالناس ما شافتش النهاية وهتتضايق لو انا بقول لهم على مسلسل هنكمله انا وانتي وهنحرقه. هيقتلونا. فخلينا كنت هتتكلمي عن النهاية على اخر الحلقة يعني. كنت هتكلم على مشهد التصويري وهي ماسكة تحفة. حرفيا ماستر بيس. كان شوت عظيم. بس مش هنقول ايه هو. هو الكليف هانجر، هو القفلة بتاع الحلقة يا جماعة. يعني القفلة بتاعت الحلقة أنا بصراحة كنت مرتاح لها نفسيا وكانت حلوة جدا. ودي كليف هانجر حقيقي يخليني أتفرج على الحلقة اللي بعدها. صحيح. بس هل هنعمل ده دلوقتي يا ماما؟ مش هنعمل ده دلوقتي. لا. أوكي. الساعة 3. الساعة 3 بجد؟ أيوة. عايزة تسحري؟ يس. الساعة 3. الساعة كام؟ 3:15. الفجر بيأذن الساعة كام؟ 4:15 تقريبا. أوكي. ناهد السباعي ممثلة عظيمة. أنا بحبك يا ناهد. استني الجرافيكس، ما اتكلمناش على الجرافيكس يا ماما. الجرافيكس في المسلسل ايه رأيك؟ شفتي حاجة زي كده في مصر قبل كده؟ الجرافيكس، الحاجات اللي بتطير، المباني، فاكرة المباني العملاقة المهجورة اللي مش عارف ايه. ايه رأيك في الكلام ده؟ دي حاجة جديدة. أنا بصراحة أول مرة أشوف حاجة كده في مصر، ويعني كنت مش عايز أقول حاجة مصرية وفيها الكلام ده، بس حاجة مصرية ولاد فيها الكلام ده. أنا مبسوط بصراحة. أنتي مبسوطة؟ هو حلو. ظريف. هو حلو بس عايزة تسحر يلا بسرعة. خد بالك، لا في جرافيكس اللي هو التركيبات اللي هي دي اللي عاملينها، واللقطة بتاعت آخر الحلقة برضه. ما خلاص بقى يا ماما. تحس إنها زي فيلم دراكولا. طيب بقول لك إيه، إحنا هنقفل الحلقة دي وهنقوم نتسحر. طيب ماشي. تمام. أوكي. بس هنرجع نسجل حلقة جديدة. تمام. استنوا الحلقة التانية على برضو يعني هنتفرج على الحلقة التانية من المسلسل ونيجي نسجل حلقة. ماشي؟ تمام. ماشي. يلا قولوا لهم باي باي. طيب باي باي.